ترويق وغسيل وكنيس، غير مذاكرة الولاد والضغط الكبير اللي على كل أم وعلى كل ست بيت. ربنا يكون في عوننا جميعا، بس نصيحة: اوعي تعوديهم ان ده الطبيعي، وان كل حاجة في البيت مسؤوليتك انتي، وانتي شايلة كل المسؤولية. عشان تقولي يا عيني دول أطفال ما اقدرش اشيلهم فوق طاقتهم. لا، اعرفي ان المسؤولية دي هي سر السعادة. المسؤولية اللي هتحملها لهم دي هي دي احسن من اي لعب واي حاجة ممكن يعملوها. ما تتصوريش هما بيفرحوا قد ايه لما يحسوا ان هما بينجزوا حاجة، خصوصا في السن الصغير قوي. شجعيهم. اوعي تفكري ان انتي لما تريحيهم وما تخليهمش يعملوا حاجة ان دي حنية. ومش من حنية ابدا انك تخليهم مش عارفين يعملوا حاجة، ومش من حنية ابدا انك ما تحمليهمش مسؤوليات، ومش من حنية ابدا انك تعلميهم الانانية من غير ما تحسي. ابدأي من بدري قوي، ما تستنيش لما يكبروا. على قد كل سن وكل مرحلة ادي مسؤولية. عوديهم ان هم يشيلوا مسؤوليات على قد سنهم. علميهم ان انتي فرد في البيت وعليكي مسؤولية، مش كل المسؤوليات، وكل واحد يقوم بمسؤوليته. كل واحد يقوم من النوم يرتب سريره، كل واحد أكل أكلة يشيل مكاننا أكل، كل واحد أكل في طبق يغسله، كل واحد شرب في كوباية يغسلها، كل واحد وسخ مكان ينظفه. ساعتها مفيش حاجة هتكركب، ساعتها المسؤوليات هتخف، ساعتها هيتعلموا النظام، هيتعلموا المسؤولية، هيتعلموا النظافة. علميهم، فهميهم، ما تخليش حد يدعي عليهم. لما يعملوا دور إيجابي في الحياة هيحسوا بمتعتها. لما يبقى في تعاون ما بينهم هيتولد ما بينهم حب. لما يقوموا مسؤوليات حد تعبان فيهم هيخافوا على بعض أكتر. وما بقى تتعبي ما تقدريش تخدميهم هيقدروا يخدموا نفسهم، مش هتبقي قلقانة عليهم. وساعتها بس هتفرحي بيهم وهتطمني عليهم وهتقولي أنا فعلا عرفت أربيهم. التدريب في الأول عايز صبر. اصبري وقفي وتابعي وما تزهقيش وما تمليش لغاية وقت معين. هيبقى خلاص اتعودوا. اوعي تزهقي بسرعة، هيقوموكي برضو. ما تزهقيش وما تمليش، واعملي قاعدة في بيتك ما تغيريهاش. ولادنا أمانة لازم نراعيها، واعرفي ان ده أساس التربية وأساس الحماية. وتابعوني على قناة حكايات ماما ميرو على اليوتيوب، هتلاقوا حلقات كاملة للمشكلة وحلها.